وهنا يقال هذا الحور العين هو جزاء الرجل. ما هو جزاء المرأة؟ حور العين، اشنو هي حور العين بعدا؟ تمام. الناس ها المشكل في العربيه، يعني العين تحار في الشيء اللي غادي يكون في الجنه. لا تنساش دير العين ومتابعه تحار مما يعده الله لعباده في الجنه. هذه وحده. ثانيا ان ملك يقول للرجال حور العين كامثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما عاد الشمس، علاش ما ذكرش المراه شي حاجه؟ لان القران ينزل في جزيره العرب عند العرب، فكان ذكر الانوثه مبني على الستر. ما خصوش المراه كانوا كيغيروا عليها بزاف، ما خصوش يقولوا عليها. ما عرفتش الله اشنو خازن المراه تما. الله قال لا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. حتى واحد ما عارف اش كاين. والجنه فيها جوج، كاين جنه الرحمه وجنه الوراثه. جنه الرحمه كيدخلوا الناس، اما جنه الوراثه كيدخل الانسان بعمله. وتلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون. اعلم الله. والجنه الاولى يعني كيدخلوا الناس مع الباب، مع رحمه الله. هذه من رحمه، من رحمه الله. الناس كاملين يوم القيامه كيدخلوا اللي دخلوا الله الجنه برحمته مع الباب الكبير كيدخل الجنه. ولكن ملي كيدخل عاد كيبدا ياخذ جنه الوراثه. اش ورث؟ كيدخل مع الباب الكبير والداخل عاد كيبدا يتفرق فين كيمشي. على حسب شنو يعني جنه الوراثه؟ اشنو عملتي؟ درجات. يعني اشنو عملتي؟ لك العمل، الانسان اللي كان مثلا كيعمل اعمال وكيجري في الخير اولئك لهم الدرجات العليا. هذيك اسمها جنه الوراثه، هي اللي قال فيها سيدي ربي لهذوك الناس وتلكم الجنه اورثتموها بما كنتم. وجنه الوراثه سيدي ربي ما ذكرش فيها الماكله، قال لك ما نقدرش نقول ما غاديش يقول لكم اش كاين. علاش؟ قلت الا قال لنا داك الشيء بالدقه غادي يموتوا الناس بالشوق. اش قال؟ قال يطاف عليهم بصحاف من ذهب، الطبسيل اللي كيدور عليهم ديال الياقوت. اش فيه؟ لا تعلم نفس ما اخفي لهم. انت الا كنتي في الطياره دابا مشيتي في الطائره اللي راكبين في بروميير كلاس قدام اللي كيبغيو يعطيو الماكله كيسدوا على دوك اللي اللور. علاش؟ لان هذاك الموظفه اللي كتقدم ليه في شكل والطويصلات ديال البديع والطويصلات هذاك الدانتا مشلي بالذهب ولا بالنقره، حتى الاكل حاجه وحده اخرى وكيدير الاكل تما. حيت زيد الماء زيد الدقيق، الفلوس ما يكذبوش. واللور صحابنا اللور الطبسيل ديال الميكا كولوا لك عليه يوكلوا لك فراش تدميك والفراش ديالو حيتلوح عليك من بعيد كاع ما توصلك، طيح لك كل حاجه. الطياره غتعيش مزيان. حتى الا ركبتي في الحديد اليوم كاين طوموبيل اللي ركبتي سافر فيه بحال واكل العصا بحال لا خارج من الحبس، وكاين اللي تركب بحال بارك في الدار ما طاري حتى حاجه. على حساب خلص راك غادي مزيان. كل حاجه عندها ثمنها كما الا حاجه وحده، الا الزواج. ملي كتقلب على بنات الاصل ما تقلبش على شي حاجه اخرى، كترتاح في حياتك. لا تنساش يعني كترجع عند عائلتها كيوردوا لها عقلها يقول لها لا وكذا. قلب على بنات الاصل ترتاح.